السلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض شويه كباب فراخ. بسم الله ما شاء الله، تحفه. بالهنا والشفا للي هيجرب. محتاجه نص كيلو صدور فراخ، او عندك وراك على صدور مش مشكله، بس انا ما عنديش وراك. شديك الرومو، فرم ناعم، بهاراتي، بهارات فراخ، كمون، فلفل، 7 بهارات، ملح. ودي مرقه فوريه لو عندك، مش عندك مش مشكله خالص يعني. نركن دول كده على جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كزبرة على شبت عشان بتدي ريحة جميلة للكفتة. وده فلفل ألوان، بس هو كان عندي قرب يستوي فحطيته في الفريزر، طلع قشرته بالشكل ده تحفة برضو مش مشكلة. وقرن فلفل من ده، وواحد فلفل كوبي اللي عندك اشتغل بيه. نبدأ كده مع بعض، نسمي مع بعض الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. نقطع الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا حبايبي، بس انا عايزاها ضربه ايه، انا عايزاها تمحي كل معالم الفراخ اللي فيها. هنضرب كمان شويه. ريحه الشبت تحفه. خرط بقى حبه الخضره كده على الشبت، عشان انا مش عايزه نفرمهم فرم يعني ايه، نمحيهم في الخلطه. انا مخرطهم رفيع كده عشان نضرب ضربتين بعد الفراخ ما خلصت بالبهارات، تبقى ظاهره فيها الخضره والفلفل الالوان والبصله، ويبقى فيهم زي جرشه كده خفيفه. ننزل بالبصله كده حبايبي. بسم الله. حبه الفلفل كده. هننزل بالخضرة هنا حبة حبة. بص حبايبي، اهي فيها كل الألوان زي ما هي اهي، واتسمغت تسميغة تمام، يعني اللحمة اتهرت خالص اهي. اللي هيربط الكلام ده كله مع بعضه، هنجيب طبعا معلقتين بقسماط كده حلوين اهو، البهارات بتاعتي كده عشان يبقوا متبلين برضو، عشان بيبقى فيها نشا شوية بهارات شاورما، خلطة شاورما باخد منها معلقة، بتخلي طعم الفراخ لو بانيه لو كفتة لو أي شيش طاووق بتخليها طعمها تحفة مع البهارات بتاعتي. ريحتها. وعشان احنا ما حطيناش بيضة، بما ان البيضة بقت ب6 جنيه، هنوفر البيضة بتعمل هشاشة للكفتة، فهنوفر نحط معلقة اسمها بيكنج باودر صغيرة اهي. وننزل بقى بكل الخليط ده على الكفتة بتاعتي. بص يا حبايبي الخلطة، بص بسم الله ما شاء الله تحفة معايا. هي طرية شوية، مش هنحط لها بقسماط، طبعا كل ما نحط بقسماط هتنشف في الآخر، فأنا هنحط عليها شوية صوص باربيكيو عشان تديها طعم الشوي، ونحطها في التلاجة ايه تتسمغ نص ساعة، ونرجع نشكلها مع بعض. وعجنها بس يا حبايبي، ريحتها تحفة والله العظيم، ريحتها فظيعة. اتسمغت في التلاجة اهي، هنبدأ نصبع مع بعض. دي صينية شوية سنشورة واخدة ميتها، وبصل مش أكتر ولا أقل عشان نصبع بيه. وده العود ده أنا عاملاه للكفتة مخصوص، كفتة لحمة، كفتة رز، كفتة فراخ، اللي عندك. لو عندك شيش اعملي بيه. هندهن العصاية بتاعتي كده حبة زيت. ناخد نص ملي ايدي من الخلطة دي كده، الكفتة تمشي معاكي حلو، مش عايزة كبير كده. بس يا حبايبي الحل يرجع لكم انتوا على فكرة.
هنوريها. بص يا حبايبي، ايه رأيكم؟ تتاكل نية تحفة، بسم الله ما شاء الله. كده خلصت كل الكمية، جينا على البوتاجاز بقى هنشوف هنعمل ايه مع بعض. حبايبي بنحمر مع بعض الكباب بتاعنا وكفتة الفراخ. طبعا احنا صدر الفراخ ده او كفتة الفراخ مبقاش فيها دهن زي اللحمة، فانا جبت شوية دهن من عندي كده شايلاهم في الفريزر، بشرتهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايلها عندي في الفريزر بشرته اهو. مسح معانا شوية زيت، لو عندك حتة سمنة سايحة مفيش مشكلة، اللي انت حابة تشتغلي بيه اشتغلي بيه. بس حبايبي، ايه رأيكم؟ اللون طلع تحفة عشان الطاسة كانت سخنة زيادة عن اللزوم. انت بقى وانت بتعملي واحدة واحدة كده، قلبي واحدة واحدة ايه عشان ما تتحرقش منك. مش بص حبايبي، بص الكفتة بقى خدت اللون الذهبي الجميل ده. خلي بالك ما تعليش عليها النار عشان الحبة الأولانيين على النار كانت عالية جامد، خدت لون بسرعة. بصي اللون الذهبي ده، ولا أجمل ولا أروع من كده. اديكي فيها على طول كده على كل الاتجاهات عشان تطيب من جوه، ما تبقاش واخده لون ونيه من جوه. يلا حبايبي، بعد ما خلصت تحمير الكفته مفيش احسن من طبق سلطه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خضار كده شويتين اهو، سلطه المطاعم. عصير الخيار كده من ميته، شويه كابوتشي حلوين، شويه طماطم شرايح، شويه بصل برضه شرايح كده حلوين. للاسف بقى ما عنديش سماق عشان احط البصل ده عليه، بس انا حاطه خل وملح وادي الليمون. ودي تقليبه كده حلوه. كده حبه من السلطه الحلوه دي، وده من الخيار المبشور ده. ايه رايكم بقى؟ تستاهل المغامره ولا لا؟ تستحق التجربه فعلا. بص الجمال، بص الطراوه ماسكه في نفسها ازاي، طراوه ولون وطعم اكيد تحفه. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تعملوا لي لايك 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 كتير، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك فضلا وليس امرا، وتجربوا فيديوهاتي وتقولوا لي رايكم في التعليقات في فيديو اخر ان شاء الله. يلا جربوا بقى الطريقه بتاعتي، هتعجبكم كتير 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 كتير.